أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل كائن منظم إلى درجة كبيرة. هناك بعض أنواع النمل يمكنها البقاء تحت الماء لمدة 24 ساعة متواصلة. النمل لديه القدرة على رفع أوزان أكثر من 3500 مرة من وزن جسمها. يتواجد داخل مستعمرة النمل 3 أنواع من النمل: الملكة والذكور والعاملات. إناث النمل هي التي تتولى الدفاع عن المستعمرات وليس الذكور. الطريقة الرئيسية التي يتواصل النمل من خلالها مع بعضه هي إلقاء بعض المواد الكيميائية على الأرض. هيكل جسم النملة تتكون فيه الأجزاء الصلبة من الخارج عكس الإنسان، وهو مصنوع من مادة اسمها الكيتين، وهو من السكريات متعددة الأجزاء، وبذلك يكون الجسم الخارجي للنمل صلبا ويمكن أن يتحطم بالضغط عليه، ولذلك يمكنك أن تسمع صوت تحطم جسم النملة إذا ضغطت عليه، ويتجلى ذلك في قول الله تبارك وتعالى: لا يحطمنكم. وفي نهاية الفيديو نتمنى أن تكون المعلومة قد نالت على إعجابكم. لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك ليصلكم كل جديد.